اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم ميحيى من قناة عالم ميحيى، ورجعت لكم فيديو جديد. متنسيش تعملي لايك للفيديو، اشتراك بالقناة لو لسه مشتركتيش، دوسي على زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، تكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه تاني. النهارده كده بقى فيديو بسيط كده في المطبخ. هعمل اكل بسيط، طبعا لسه راجعة من السوق، فكالعادة يعني جبت طماطم، مع ان الطماطم غليت يعني اليومين دول، فقلت ايه اجيب تاني، يعني احسن ما تغلى وتبقى اكتر من كده يعني. آه الطماطم يعني ساعات توصل ل10 و15، فانا لحقتها بصراحة قبل ما تغلى اكتر من كده، لان في اوقات الطماطم بتغلى وبتغلى وبتضرب يعني. في وقت من الاوقات الفترة اللي فاتت دي وكانت واصلة ل20 وال25 يعني، ما ودي اول مرة تحصل حاجة زي كده. فقلت اجيب شوية طماطم كده هو انا لو بقدر اشيل كنت جبت يعني مثلا، يعني كنت جبت حاجة كبيرة او كنت جبت كتير، بس للاسف انا مش بقدر اشيل كمية كبيرة يعني. فعشان كده كل ما انزل السوق اجيب على قد، يعني على قد ما انا اقدر اشيل بس كده. طبعا هسبكها، هاخد بقى منها، يعني هاخد منها حوالي نصها اعمل بيها اكلنا النهارده، والباقي هحطهم في اكياس واحطهم في الفريزر زي كل مرة. بس كده. طبعا انا بكلم ياسين، لان ياسين كان قاعد معايا في المطبخ يعني مسليني وكده، فانا كنت بتكلم معاه يعني. بس كده النهارده هعمل اكله بسيطه، مش مش ياما يعني. بس النهارده بصوا، انا الجنيحه دي كانت عندي في الفريزر، فقلت هعملها جنبها ملوخيه وفلفل بالصلصه، مش هعمل حاجه اكتر من كده. مش هعمل رز، لان انا ولادي ما بيحبوش الملوخيه مع الرز. انا ولادي بيحبوا الملوخيه، بيحبوا ياكلوها بالعيش. هغسل بقى الجناح كده غسله حلوه، وهتبلها بالملح والخل، مع اني يعني سمعت ان الخل ما ينفعش تتبلي بيه الفراخ وكده والحاجات ديت، يعني سمعت ان هو بيزفر الحاجه زياده عن اللزوم. مش عارفه بقى هل الموضوع ده صح ولا غلط. بس كده هديها غسله بقى حلوه كده. بس كده هنزل بقى عليها بحبة ملح وحبة خل الأول وحبة ملح. مش عارفة، بس أنا يعني يعني أنا معتقد إن الخل زي الليمون، طب ما احنا بنحط عليها ليمون برضو عشان خاطر لو فيها زفارة بتتشال، برضو الخل زي الليمون يعني، فاهمين؟ بس كده هسيبها بقى ايه، لو فيها أي زفارة يتشال، هبتدي بقى ايه، عندي شوية مواعين كده هبتدي إن أنا ايه أغسلهم. مش مواعين كتير بصراحة، زي ما انتوا شايفين كده المطبخ عندي نضيف ومفيهوش مواعين كتير، لأن أنا أول بأول بغسل مواعيني كلها الحمد لله يعني. معلش بقى لو كنت موطية صوتي، عشان ولاد نايمين وكده، مش عارفة ياسين بيعمل ايه، بس ما علينا يعني، ما علينا. المهم الولاد نايمين وكده، فمش حابة ان انا اعلي صوتي عشان ما يصحوش يعني. بس كده هبتدي بقى ايه اشطب المطبخ، خليه زي الفل كده. بس كده هقول لكم ان انا بعمل الاكل ده كانت الساعة 5، يعني تخيلوا. احنا عادة بنتغدى 6 ونص 7 بكتير قوي، كانت الساعة 5، كنت مستعجلة جدا. مش عارفة الوقت كان راح مني بسرعة، معرفش ليه. آه طبعا موضوع الغسالة برضو لسه في الوقت، هو أنا حاليا وأنا بسجل لكم الصوت هو خلاص صلحتها الحمد لله، بس في الوقت اللي أنا عملت فيه الفيديو ده كانت لسه ما اتصلحتش للأسف. وكان
كلمت كذا حد عشان يجي يصلحها لي. قالوا لي مبالغ غريبة يعني. واحد قال لي يا صلاح هتتكلف 1500، وواحد قال لي مش عارفة 1200 مبالغ جامدة يعني. ف ليه يعني ليه 1500 و1200؟ أنا استغربت يعني. بس فصبرت شوية كده أنا الأول يعني أنا كنت عاملة لها الأول بودي، لأن البودي بتاعها اللي كان جاي بيه كان صدى، كان باظ. فعملت لها بودي جديد. في مرة عملت لها بودي جديد كان مكلفني حوالي 600 جنيه. فكلمت بقى الراجل، نفس الراجل اللي هو عمل لي البودي الجديد. فجه بصراحة صلحها لي، قال لي دي كان محتاجة سير بسيط وما كلفتنيش يعني التكلفة اللي الناس التانية كانوا طلبوها مني يعني. بس الحمد لله صلحتها وشغلتها، وابتدي بقى ان انا اغسل عليها. بس يعني بس انتوا عارفين يعني. يعني انا لو كان البوتاجاز هو اللي باظ انا ما كانش يهمني، كنا هقضيها اكل من بره، هناكلوا اي حاجه من بره. انما الغساله دي ايدي ورجلي يعني. الغساله دي لو اخدت بالي من الروتينات، معظم الروتينات اللي انا بعملها زمان يعني، معظم الروتينات اللي انا بعملها معظمها فيها غسيل، معظمها انا بغسل. يعني تقريبا انا بغسل كل يوم ما شاء الله، اللي هو اللهم بارك. انا بغسل كل يوم، فانا بحتاج الغسيل اكتر. فالغسالة هي ايدي ورجلي يعني. الغسالة هي روح البيت بصراحة. بس كده الواحد اساسا مبقاش عنده صحة يغسل على ايديه اصلا يعني. الواحد خلاص يعني صحته في الناس، مبقاش عنده صحة يقعد يدعك ويغسل كده زي زمان كده. لا، مفيش صحة زي الاول. بس فالحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. آه صلحتها الحمد لله، وابتدي بقى ان انا اشتغل عليها. هو انا لحد دلوقتي لسه ما غسلتش عليها، بس هبتدي ان شاء الله ان انا اغسل عليها باذن الله. بس كده. هنا بقى طبعا حطيت المية على النار وحطيت عليها ملح وفلفل اسود. مش بحب احط اي حاجة تغير طعم الشوربة اكتر من كده. وطبعا لما المية غليت، بصوا المية بتغلي اهي، وهبتدي ان انا انزل عليها بالاجنحة. لو هقول لكم ان انا ولادي بيحبوا يعني ما شاء الله عليهم بياكلوا الاجنحة دي اكتر من الفراخ ذات نفسها. يعني زي ما بتشوفوا في الفيديوهات القديمة يعني، في الفيديوهات اللي فاتت يعني. انا لما بجيب الوراك، ابص الاقي ده اديله حتته ويرجعها لي، او ياكل منها حته ويرجعها لي، وهكذا. انما اللي ما شاء الله الاجنحه يحبوها اكتر من الوراك، بس ما شاء الله. هنا بقى هعمل فلفل بالصلصه. بحط حبه زيت واحط الفلفل. بس الفلفل ده حرفيا كان هيموتنا يعني. الفلفل ده حامي جدا، وانا طبعا عندي ازمه على صدري، انا ازمتك، انا وياسين. فانا وياسين كنا مش قادرين منه، عطس بقى وكحه وحاجات غريبه يعني. ونفسنا ما كناش قادرين ناخده منه. بس انا ما باكلش الفلفل ده، انا مش باكل الفلفل صريح، انا ما بحبش اكل فلفل صريح. بس طعمه بينزل في الاكل، فبيديني طعم حلو مش اكتر. كده حمرت الفلفل، انزل عليها بمعلقه من الثوم المفروم. بس كده. وهنزل بحبه من الصلصه. بصوا انا متعوده من زمان قوي، طالما في ملوخيه يبقى لازم اعمل فلفل بالصلصه. انا ما شفتش الموضوع دوت يعني عند حد يعني على اليوتيوب يعني. بس احنا متعودين على كده بصراحه. ملوخيه يبقى لازم جنبها فلفل بالصلصه، ولازم ما يعرفوش ياكلوا الملوخيه كده لوحدها. بس كده نزلت بحبه صلصه. طبعا الصلصه دي مركزه ما فيهاش نقطه ميه، فهبتدي ان انا احط لها كوبايتين من الميه كده. بس دي تقليبه بقى حلوه كده، وانزل عليها بحبه ملح. بس بقى تتسبك شويه كده مع نفسها. بس اللي بقى تقليبه حلوه كده. هنا بقى هعمل الملوخيه. انا مش بعمل الملوخيه فيها طشه،
ممكن يكون طريقتي في الملوخية غريبة شوية، بس أنا ما بحبش أعمل الملوخية طشة. أنا مش بعملها كده. أنا بعملها إزاي؟ بحط حبة زيت في الحلة، وبحط بحط معلقة من الثوم، وبعتبرها هي دي الطشة بتاعتي. تمام كده. هديها بقى تقليبة حلوة كده، وما بحطلهاش كزبرة بصراحة. معلش طريقة الملوخية بتاعتي غريبة شوية، بس هو ده أنا بعملها كده يعني. هنا كانت الجناحة استوت، ابتدي إن أنا إيه أشيلها، عشان برضو إيه هحتاج برضو الشوربة عشان خاطر الملوخية. بس كده. طبعا التوم لسه ما خدش ودة مع نفسه كده، هسيبه شوية، افضل اقلبه كده شوية، وابتدي بقى ان أنا انزل عليه بالصلصة. برضه بحب احط الملوخية صلصة. بس كده. هنزل عليه بحبة من الصلصة مش كتير، وانزل عليه بكام بقى ايه مغرفة كده من الشوربة. بس دي بقى تدويرة الملوخية، زي مامتي كانت بتقول عليها زمان. مامتي كانت بتقول ايه، اعملي تدويرة الملوخية، هي دي بقى تدويرة الملوخية. ساعة كده مع كام معلقة من الشوربة. طبعا انا هعمل ملوخية ناشفة، ملوخية ناشفة صعيدي يعني. هنا بقى في الناحية التانية هبتدي احمر الأجنحة عشان خاطر خلاص يعني الوقت جذب بينا، وهنبتدي بقى ان احنا ناكل يعني. هنزل بقى بالأجنحة عشان احمرها. ياسين مش بيحب يحمر حاجته، بيحب ياكلها كده مش متحمرة. معلش يا جماعة، ياسين نايم جنبي وبيكح. بس كده. في الناحية التانية بقى هبتدي ايه اسيبها تغلي سيكة كده اكتر، وابتدي ان انا انزل عليها الملوخية. هنا نزلت الملوخية، وهنزل عليها حبة ملح، وابتدي بقى ايه ان انا اقلبها بمضرب السلك. المضرب السلك ده اختراع بالنسبة للملوخية، يعني انا الاول كنت بقلبها تقليب بايدي وكده، كانت بتكلكع مني. فالمضرب السلك ده فظيع للملوخية بصراحة. بس هي دي الملوخية بتاعتي. بس كده هطفي عليها خلاص كده. وهنا الاكل بتاعي طلع اهو زي ما انتم شايفين، والحمد لله. ده الجناح بتاع ياسين طلعته هو على جنب عشان هو مش بيحب متحمر. بس كده. والاكل ما شاء الله كان جميل. بس كده، ده الفيديو بتاعنا. اتمنى يعجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، واشوفكم بكره على خير باذن الله. باي باي.